أظن الفرق واضح بصراحة. ودي حلقة جديدة من نجيبه ولا نسيبه. والنهاردة هنشوف مين أحسن مكنة وبر بتشيل الوبر. والماشين دي اللي مشهورة جدا على السوشيال ميديا ودي سعرها لذيذ. هي كمان السوكاني اللي كل الناس بتشكر فيها. ودي كانت أشهر حاجة للم الوبر والفتل والحاجات دي، وكمان بالذات اللي عندهم قطط أو كلاب دايما بتبقى عندهم في البيت. السوكاني هو أكتر نوع بشوفه بيتعمل له ريكومنديشن لما حد بيسأل على أي مكنة وبر. ده بيبقى يجي معاها معاها الشاحن بالشكل ده. بيجي معاه كمان الشفرة دي وفرشة عشان ننضفها هي شخصيا. وانا لابسة بنطلون مليان وبر عشان نشوف بنفسنا. الحقيقة ان بالاستخدام دي كانت اضعف واحدة، هتشيل الوبر الواضح والصريح الكتير، لكن في نوع وبر معين دي مش هتعرف كانت الرجل تشيله اللي انا خالص. عملتها باول ماشين، والحقيقة مش حاسة انها عملت افكت قوي على حاجة موبرة جامد. هعمل الرجل التانية بالسكاني. ان البنطلون ده انا عارفة ان هو من اصعب الحاجات اللي ممكن تكون موبرة، ومكنتش متوقعة ان ممكن واحدة فيهم اصلا تشيل، بس بصراحة دي approved. اعتقد ان دي هتكون اضعفهم، بس تعالوا نجرب. اعتقد ان الموضوع محسوم لصالح السكاني، بصراحة طلعت حلوة جدا، ودي حرام فيها الفلوس. ودي اخرها شعر القطة او الكلب.